أهلا بيكم في Mind Matters، مساحة لكل اللي بيحب يشوف الحياة بنظرة مختلفة. أنا ميرو، ومبسوطة إني معاكم النهاردة علشان نتكلم عن موضوع ممكن يغير حياتنا كلنا، وهو التفكير الإيجابي، وإزاي نقدر نبني العادة دي ونخليها جزء طبيعي من حياتنا اليومية. التفكير الإيجابي هو طريقة تفكير معينة بتخلينا نركز على الجانب الإيجابي من الحياة ونتوقع نتائج كويسة حتى في وسط التحديات والمشاكل. التفكير الإيجابي مش حاجة خيالية، لكنه دايما بيبقى تمرين عقلي محتاج ممارسة واستمرارية. والأبحاث بتقول إن التفكير الإيجابي ليه تأثير قوي على صحتنا النفسية والجسدية. لما بنبقى متفائلين جسمنا وعقلنا بيتفاعلوا بطريقة مختلفة تماما. مثلا الرياضيين دايما بيستخدموا التصور الإيجابي أو الفيجواليزيشن علشان يرفعوا من مستواهم. لقوا إن هما لما بيركزوا على صورة النجاح بدل الفشل، النتائج فعليا بتفرق. التفكير الإيجابي بيقدم لنا فوائد كتير، زي تحسين الصحة النفسية، يعني بيقلل من الإحساس بالاكتئاب والقلق. 2. تحسين الصحة الجسدية، يعني بيساعد في تقوية المناعة وبيقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب. 3. تعزيز مهارات التكيف، وده معناه بيساعدنا نتعامل مع الضغوط والتوتر بشكل أهدى وبيخلينا نقوم أسرع بعد كل أزمة. في دراسة من جامعة كانزاس بتقول إن الأشخاص اللي عندهم ميول إيجابية كانوا دايماً عندهم التزام بالرياضة وبيختاروا أكل صحي أكتر من غيرهم. طيب نبتدي منين وإزاي نبني عادة التفكير الإيجابي ونحافظ عليها؟ 1. ابتدي بخطوات بسيطة. خد بالك من الطريقة اللي بتكلم بيها مع نفسك، ولو لقيتها سلبية حاول تغيرها لكلام إيجابي يدعمك ويقويك. 2. الممارسة اليومية لازم تكون جزء مهم جدا. اكتب 3 حاجات انت ممتن ليهم كل يوم. حاول تكون دايما وسط أشخاص إيجابيين، وتابع كونتنت على السوشيال ميديا يكون بيديك طاقة حلوة وطاقة إيجابية. غير نظرتك للتحديات. أي موقف صعب حاول تشوف الفرصة اللي جواه، واسأل نفسك إيه الدرس اللي ممكن أتعلمه من اللي حصل. وفي حاجات كتير ممكن نعملها خلال اليوم، زي ممارسة الرياضة بانتظام بتفرق جدا في الحالة النفسية. وبرضه مهم جدا إننا نخصص وقت للراحة. أنا كنت من الناس اللي كان عندهم دايما تفكير سلبي، كنت شايفة إنه نوع من أنواع الحماية أو دفاع عن النفس، بس مع الوقت اكتشفت إنه مش أسلوب حياة أنا حابة أكمل بيه حياتي. من وقتها ابتديت أمارس كل الحاجات اللي شاركتها معاكم. التفكير الإيجابي مش مجرد إحساس مؤقت وخلاص، هو عادة، وكل عادة محتاجة وقت ومجهود وإصرار. كل ما نزرع أفكار إيجابية في دماغنا، كل ما حياتنا هتبقى أهدى وأسعد وأقوى. ودلوقتي خلينا نسأل نفسنا 3 أسئلة. 1. إيه ال3 حاجات اللي أنا ممتن ليهم النهاردة؟ 2. لما بتقابلني مشكلة برد عليها إزاي؟ وهل ممكن أغير رد فعلي؟ 3. إيه الجمل الإيجابية اللي ممكن أضيفها ليومي وأخليها جزء من روتيني اليومي؟ مارس الامتنان. احتفظ بالنوت بوك صغيرة واكتب فيها كل حاجة أنت ممتن ليها في الحياة عموما. اختار الإيجابية. قرب دايما من ناس بترفع من معنوياتك، وابعد عن السلبيات على قد ما تقدر. واجه الأفكار السلبية. لما تيجي فكرة تضايقك واجهها بفكرة تانية إيجابية حتى لو بسيطة. لو الموضوع عجبك شاركه مع حد يمكن يستفيد.
وما تنساش تشترك علشان تتابع باقي الحلقات. شكرا إنكم سمعتوني في حلقة النهاردة. استنوني الحلقة الجاية في موضوع جديد ومهم لينا كلنا. وخليكم دايما فاكرين، عقلك أغلى كنز عندك، حافظ عليه. كل حب وسلام. ميرو من Mind Matters.